السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو. بصوا يا جماعه، النهارده عايزه اعمل لكم فيديو كده ان شاء الله يعجبكم. انا كنت عايزه احط او اعمل عنوان منتجات في الزباله، لان هي فعلا منتجات وحشه جدا 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 جدا. بس طبعا لو انا قلت لكم في الزباله معناها ايه؟ ان احنا نرميها. لا، هو فعلا مش هنستخدمها تاني في الاستخدام اللي هي معموله عشان. يعني اللي على شعري مش هستعمله تاني على شعري، اللي على بشرتي مش هستعمله تاني على بشرتي. تمام. هاعمل إيه، هاشوف لهم صرفة تانية، هاشوف لهم شغلانة تانية، لإن إحنا طبعًا صارفين عليهم وشاريينهم بفلوس. خلاص؟ يالّا ركّزوا معايا بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. مش عارفة الكاميرا مالها، حتى الكاميرا مش عاجبها المنتجات. بُصّوا يا جماعة، المنتجات طبعًا دي عليها ضجة، والله العظيم ضجة خطيرة فظيعة. طبعًا كلنا بنتغش في الضجة دي، وبنروح إيه، على طول نشتري الكلام ده كله، وفي الآخر بنعرف إن هم إيه، كانت دعاية وتسويق وكده حلو، وبنركنه. طيب أنا هابدأ بأول بحاجة اللي هي البلسم. أول حاجة البلسم ده يا جماعة طلع أولًا كان ب75 جنيه، مكتوب عليه ألو إيفا بلسم مقوي للشعر بزيت الأرجان المغربي والصبار. طبعًا يا جماعة الشامبو ده أو البلسم ده، أنتِ عايزة تنشفي شعرِك اشتريه على طول، بينشف الشعر جدًا جدًا، ما بيديش ترطيب ولا حتى 1%. استعملته مرة و2 و3 و10، ما فيش أي نتيجة منه، ما فيش أي فرصة تانية أقدر أديها له. خلاص كده أنا قررت خلاص إن أنا هاستعمله في الshaving، أحطه قبل الshaving وخلاص وأعمل shaving وخلاص. لكن أستعمله تاني على شعري لأ، استحالة أبدًا، أبدًا، أبدًا. و وأنا يعني مش مستغربة أوي، لإن مثلًا الحمام الكريم بتاعهم روعة، اللي هو الline بتاع اللي هو الخط الأزرق والأخضر والأصفر والبينك. طبعًا البينك ده فظيع طبعًا. فما تستغربوش إن ممكن يبقى المنتج أو الماركة أو الbrand نفسها حلوة، بس بيطلع منها حاجة وحشة خالص زي ده مثلًا، فما تستغربوش. فبالنسبة لي خلاص كده أنا علّمت عليه، ما ادّيلوش حتى 1 من 10. هاركنه في الاستعمال، هاستعمله طبعًا زي ما قُلت لكم في الاستعمال اللي قُلت لكم عليه، مش هنقعد نكرر الكلام بقى عشان ما تزهقوش. ماشي؟ خلاص كده هنركنه. طبعًا تاني براند في الزبالة، باين يا جماعة الماركة؟ أيوه كده. بُصّوا يا جماعة، البراند اللي اسمها كيلوباترا، خلاص، كليوباترا. يعني ده أنتِ يعني كلمة كليوباترا ديّة يعني ملكة إفريقية إغريقية. عبد الوهاب غنّاها لِك كليوباترا. ولكن هو بصراحة جرّبته، ده بلسم برضه يا جماعة، بس عشان إيه تبقوا عارفين، البلسم ده فظيع برضه، ما ادّيلوش 2 من 10 برضه، ما بيعملش أي حاجة، ترطيبه ضعيف جدًا جدًا. ممكن أدّي له 2 من 10، يعني أحسن شوية من اللي هو ألو إيفا ده. ده كان ب50 جنيه. جِبته من حوالي 6 شهور، وبعد كده استعملته ييجي 3/4 والربع الأخير قُلت إيه خلاص بقى، خلاص أنا علّمت عليه، قُلت هاستعمله في الshaving وكده. لقيته إيه، جيت أفتحه لقيته حامض. عمركم شفتوا حاجة يعني منتج بيحمض؟ يعني مش يعني ريحته مش بس غيّرت، لأ ده حمض بجد حمض. فطبعًا ده أنا هاقوم بعد ما أخلّص كده معاكم أرميه، ده بقى اللي هيترمي خلاص. تمام. تالت حاجة اللي هو أفريكانا، اللي هو hair mask طبعًا.